أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أخطاء سورة الفاتحة. كثير من الناس ولا سيما عموم الناس يخطئون في قراءة سورة الفاتحة، فأنا أردت أن أوضح أهم وأشهر الأخطاء التي يقع فيها كل الناس، الكبار والصغار والنساء والرجال. أول خطأ في سورة الفاتحة إن بعض الناس بيقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، بيقلب الباء إلى مين. وخصوصا بعض الناس اللي نطقها في اللي هو الخنفان أخنف، وفي بعض دي عيب قد يكون عن غير قصد، ولكن نحن ننوه وننبه على أن الإنسان ينبغي أن ينتبه علشان الحرف ما يقلبش إلى حرف آخر فيتحرف القرآن الكريم. في ناس طبعا مخلوقة كده، فدي طبعا إيه، دي خارجة عن إرادتهم. إنما في ناس سليمة النطق، ولما بيجي يقرأ القرآن بيخنف. انت بتخنف ليه لما بتيجي تقرأ القرآن؟ ليه كل ما بتيجي تقرأ بتحشر الحروف في مناخيرك؟ ال28 حرف ما بيطلعوش من هنا خالص، بيطلعوا من الفم. ال28 حرف بيتوزعوا على الجهاز النطقي، والباء حرف فموي بيطلع، الباء والميم والفاء والواو، الأربعة دول بيطلعوا من الفم، من الشفتين، من هنا، من مقدم الفم، من الشفتين. أب وأم وأف وأو. يبقى ما ينفعش تقول الحمد لله رب العالمين. أنا سمعت قراء، مش قراء بقى، يعني أئمة مساجد وبيقرأوها كده للأسف الشديد. فلازم تشدد الباء وتقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا هو الخطأ الثاني. كثير من الناس بيقولوا مالك يوم الدين، هذا خطأ. مالك يوم الدين لازم تكسر الكاف. في بعض الناس بقى بيخطأ خطأ ثالث ويقول لك مالك يوم الدين، بيزود الكسرة فيتولد عنها ياء، يبقى زودنا ياء على مالكي يوم الدين. مالكي يوم الدين، بيقول مالكي يوم الدين، وهذا خطأ. وفي ناس الخطأ اللي بعد كده، الخطأ الرابع، بيقولوا التين، بيقولوا على الدين التين. طبعا هناك فرق بين التين والدين. حرف الدال حرف شديد، من صفاته الشدة. الدين الدين. وعايزين برضو نقول ان حرف الدال حرف شديد وان لم يكن مشدد. في حاجة في الصفات اسمها صفة الشدة، يعني حرف خشن، يعني مش في واحد خشن وواحد طري وواحد وسط. حرف شديد وان لم يكن مشددا، يعني عليه شدة. يعني حتى الدال لو ما عليهاش شدة، اللي هي الرأس 3 او الرأس س دي، فهي في صفتها الشدة. الدين، دون، الدين ودون ودونهم والكلام ده كله، أي حاجة فيها دال. ما ينفعش تقول على الدين تين ولا التين دين. فالتين غير الدين غير الطين. الدين غير التين غير الطين. دي تاء ودال وتاء. دال تاء دال طاء، مختلفين، كل واحدة تختلف عن التانية. مالك يوم الدين. الدين صفة الشدة، وتشدد برضو تدل أن عليها شدة. إياك نعبد وإياك نستعين. أنا كنت بقرأ الفاتحة دي لبعض الناس اللي هم احنا بنقول عليهم العوام، اللي هم من أبهاتنا يعني الكبار في السن، يقول لك وإياك نعبد وإياك نستعين، عشان تعرفوا ان انتوا سايبين اهاليكوا وعيالكوا ما بيعرفوش يقرأوا سورة الفاتحة للأسف.
يقول لك وإياك، وإياك نعبد. لا، هي مش وإياك، هي إياك نعبد وإياك، إياك وإياك. ولازم نشدد الضمير اللي هو الضمير الايه، الإيا، إيا، إيا وإيا مشدد. ما تقولش إياك، إياك. إيه إياك دي بقى؟ هي إياك نعبد. في ناس بيغلطوا في حرف الدال بتاع نعبده، لا إما يسكنوها لا إما يمطوها. يقول لك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. غلط، هي إياك نعبد وإياك نستعين. وفي ناس بيزودوا الضمة بتاعت نعبد ويقولوا إيه، نعبد وإياك، عملوها واو جماعة ونعبد. غلط، هي نعبد وإياك. الضمة يا ناس تلت الواو، صوت الضمة جزء من الواو. نعبد وإياك، تخطفها كده، نعبد وإياك، مش نعبد وإياك. هل الصوت اللي هو أو ده موجود في واو الجماعة في أفعال تانية، إنما هنا ضمة فقط. نعبد وإياك نستعين. من الحاجات العجيبة بقى اللي أنا سمعتها من بعض الناس والأطفال، بيقولوا نستعيم. لا، لازم تفتح فمك عند النون. نستعين، نستعين، كأنك بتضحك كده. نستعين، خلاص. يبقى النون دي نون مش ميم، زي ما هيقولوا المستقين ولا الضالين. النون بيقلبوها ميم والميم بيقلبوها نون، وهذا خطأ لازم ننتبه له مع الناس كلها. نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. في ناس بيقولوا اهدنا الصراط بيقولوا طل. غلط، هي طل، لا تل ولا طل، هي طل، طه ولام، طل، مش طل ولا تل، لا طل، لا طل. اهدنا الصراط المستقيم. تمام كده. وفي عيال بيقولوا المستقين، لا هي المستقيم، نعلمه يقفل بقه عليها. مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ونكسر القاف كسر خالص. مستقيم، قيم، قيم، مش قيم. في ناس بيقولوا قيم، مش مستقيم، لا مستقيم. وبرضو دايما في حرف الياء ما نعملش الياء ممالة للفتح. ما نقولش بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجماعة بتوع بورسعيد بيقولوا أنا من بورسعاد، من بورسعاد، بورسعاد. بيميلوا الياء للفتح، ودي إمالة موجودة في بعض القراءات وبعض اللهجات زي الشام كده وسوريا. وعندنا في الصعيد يقول لك أنا جيت من الشركة، من الشركة. فالإمالة دي موجودة، بس في حفص ما عندناش إمالة إلا في كلمة واحدة، مجراها. فهنا اما تقول اهدنا الصراط المستقيم، غلط، هي المستقيم. اكسر كويس، كسر خالص، كسر خالص، كسر تام. مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين، طبعا صراط الذين تاني اهي، صراط الذين. اطلع لساني في الذال، طرف اللسان يلمس الثنايا العليا، الاربع اسنان الكبرى دي طرف اللسان يلمسهم من الداخل كده. الذين، والذال حرف رخ. صراط الذين أن. في عيال بيقولوا ال، فانت شوف ابنك كده بيقولها أن ولا ال. أنعمت، أنعمت نون،
ناس كتير بتقول ألعمت، للأسف. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت. أما بقى لو قلنا أنعمت يبقى الصلاة كلها باطلة، لأن أنعمت أنا اللي أنعمت، إنما المنعم هو الله سبحانه وتعالى. فالضمير هنا مفتوح، أنعمت أنت يا ربي، أنعمت عليهم. في ناس بيقولوا عليهم، عليهم بيقلبوا الهاء ها، يقلبونها همزة، وهذا خطأ. صراط الذين أنعمت عليهم، هم. وفي ناس بقى بيبالغوا عشان يظهروها ان هي هاء مكسورة تماما، يروح مزودين ياء، عليهم، عليهم. غلط. لا تزود ولا تنقص. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، مغ، والغين حرف رخو يعني بياخد زمن كده. ضوبي، اكسر، مش مغضوب عليهم، ما تسكنش الباء. مغضوبي اكسرها، مغضوبي عليهم، برضو عليهم اهي. ولا الضالين. الضاد حرف مستطيل، حرف الضاد. ولا مشدد، واقف عليه شوية كده بياخد زمن. ولا وافتح بقى الضاد من هنا، من جوه الفم، حافة اللسان مع الأضراس العليا. عد 3 أضراس عليا بعد الناب، أدا الناب أهو. عد بعديه 1 2 3 لورا، مع حافة اللسان أو حفتين اللسان، حافة أو 2، الاتنين صح، اليسرى أو اليمنى أو الاتنين. يضربوا كده في جانب الأضراس العليا ال3 اللي بعد الناب الفوقية، يطلع الضاد. ولا يعني الضاد مش من هنا، أي واحد يطلع الضاد من هنا يبقى غلط. شيخنا الله يرحمه الشيخ محمود حلمي فرغل عليه رحمة الله، شيخي الله رحمة الله عليه، كان بيشيلنا مراية صغيرة كده، يقول لك بص وانت بتقول ولض الأرض وانت بتقول الضاد، لو الشفايف اتحركت من هنا اهو يبقى غلط. بص على نفسك كده، لو شفايفك اتحركت يبقى غلط، لأن الضاد لا علاقة لها بالشفتين ولا بمقدم الفم. الضاد من جوه. حط دول في ودانك كده، ولو سمعت زلزلة كده أو هنا اهو زلزلة زنة كده في الحتة دي يبقى الضاد صحيحة، ما سمعتش يبقى الضاد غلط. ولا الضالين. عاوزة تدريب، هي أصعب حرف في اللغة العربية لأنه مش موجود في أي لغة في العالم. الدال مقابلها في الإنجليزية حرف الدي، الدال العربية، أما الضاد ملهاش مقابل، فهي حرف صعب على العرب وأصعب على غير العرب. الضاد هي لغة الضاد، ولا يستطيع أن يأتي بحرف الضاد إلا اللي بيتدربوا عليها. ولا والضاد الساكنة صعبة، أصعب. كان شيخنا الشيخ محمود حلمي فرغل عليه رحمة الله يقول لك لما تقابلك الضاد الساكنة في القرآن قوم وقف واضرب لها تعظيم سلام، صعبة لازم تحققها. لما تيجي تقف على كلمة الأرض اهي جوه اهي، انما لو قلت الأرض غلط. يبقى هنقول غير غا ما فيش في القرآن غا ولا خا، مفيش حاجة اسمها خا في خا، ولا غا في غا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الألف بتاعت ولا الضالين، الناس اللي بيقرأوا سورة الفاتحة من غير ما يمدوا لازم تمد 6. أول ما تفتح الضاد تعد 1 ولا الضالين، عد كده ضالين.
الستة بتكون على اللام، فتحة الضاد والستة على كسرة اللام، اللام مشددة وهي سبب المد اللازم. هذا مد كلمي، مد لازم كلمي مثقل 6 حركات. ولا الضالين، وافتح الفكين على الاخر لان في اعلى درجات التفخيم. ما ينفعش نقول ولا الضالين كده على طول، لا، ولا مد طويل. ولا الضالين، وشدد اللام، وقول لين مش ليم. بالله العظيم كثير من الناس بيقولوا ليم للأسف، أقسم بالله العظيم. شيخ في وزارة الأوقاف مش في مصر، خارج مصر، وموجود الخطأ ده في مصر في كل حتة، ابنه بيقول ولا الضالين، ولا الضالين، نون يا جماعة. ولا علموا أولادكم سورة الفاتحة، لأن احنا بنصلي بيها في اليوم 17 مرة، لازم نعلمهم سورة الفاتحة صح. علموا الأطفال سورة الفاتحة، وعلموا اخواتكم امهاتكم ابهاتكم سورة الفاتحة صحيحة. الاخطاء اللي انا قلتها دي الاخطاء اللي بيقع فيها عامة الناس، اما هناك اخطاء تانية بيقع فيها الخواص من طلبة العلم، وانا مرضتش اقولها علشان نسهل الموضوع. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.